هنحطه بقى في اكلنا. كل مكعب نحطه في اي اكل نعمله هنضمن ان فيه كولاجين طبيعي هيخش جسمنا وهيفيدنا جدا. ونفضيه كده، طبعا شلناه من المكعبات بتاعه التلج وهنشيله في كيس. ناخد المكعب اولا باول في الكيس اهو وعلى الفريزر على طول. يلا بقى نشوف الفيديو يا حبايبي. بصوا حبايبي، الكولاجين الطبيعي دوت اللي احنا هنعمله مع بعض النهارده. كولاجين حلو للعظام، حلو للبشره، حلو للمعده، حلو للقولون، مفيد جدا لصحتنا. من غير المرقه الفوريه اللي بنجيبها، الحاجات المضره بالصحه دي ومش عارفين معموله ازاي. وكمان يا حبايبي ما ننساش انه حلو للامعاء، حلو للشرايين، مفيد جدا لصحتنا وصحه اولادنا. هنحط بس المفروض في اكلنا يبقى موجود الكولاجين، عشان كل ما نكبر في السن كل ما الكولاجين يقل من جسمنا. فديت يا حبايبي هنشوف في الفيديو الكولاجين الجميل دوت عملناه ازاي. تمام يا حبايبي، هيعجبنا جدا جدا وان شاء الله ننفذه ونحطه في التلاجة. مكعب واحد بس هتحطيه في الاكل معاكي، يعني كل اكل تعمليه هتحطي مكعب واحد. تمام يا حبايبي، يلا بقى هنشوف الفيديو ونشوف الكولاجين الجميل دوت اتعمل ازاي. يلا بينا حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي في معلومة مفيدة معنا. النهاردة حبايبي هقول لكم على كولاجين طبيعي هتحطيه في الاكل. هيحسن من البشرة، هيحسن من الشعر، هيحسن من العظام، هيحسن من جميع اجزاء الجسم. الكولاجين ده يا حبايبي موجود في في الكوارع. بصوا هنا سلقنا الكوارع زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. طبعا غسلناها حلو ونضفناها بالخل والملح، واخدين بالكم، وكمان غسلناها بالدقيق، يعني نضفناها وخليناها زي الفل. وطبعا ما شوحناهاش بقى، لو انت عايزه شربتها وفي بيشوحوها في الاول، بس احنا ما شوحناهاش عشان ناخد الكولاجين الطبيعي من غير اي دهون بره. واخدين بالكم يا حبايبي. هنا يا حبايبي بقى جبنا طبق. الطبق ده حطيناه في التلاجة فترة صغيرة. بصوا شكله، بصوا عامل زي الجيلي ازاي اهو. ده كولاجين طبيعي من الشوربة دي، احتفظنا بيه يا حبايبي في التلاجة وبالمنظر اللي انتوا شايفينه ده اهو. كولاجين طبيعي. اما تحطي ده يعني دول كده وانت بتعملي اكل طبيخ، بتطبخي اي حاجة، بامية، فاصوليا، اي حاجة، حطي معلقة من دي هتلاقيه يعني الاكل كده اصبح فيه كولاجين. حلو للصحة العامة جدا. كده انت استفدتي. يعني ما تجيبي كوارع تاخدي شربتها وتحطي معلقة على كل اكلة. هنحتفظ ازاي يا حبايبي بقى بالمعلقة دي؟ هقول لكم. طبعا زي ما احنا عارفين كده يا حبايبي، لو حطينا دوت في التلاجة، بصوا منظره اهو، بصوا منظره. احنا لو حطيناه في التلاجة هناخد كل يوم مثلا معلقة زي دي على الاكل. فطبعا لما نحطه على الاكل طبعا مش هيحتفظ. يعني ما نحطه في التلاجة عادي، مش كل يوم بقى هناخد من دي. اكيد مثلا الشوربه لما تبقى في التلاجة فتره وبناخد منها طبعا طعمها ممكن يغير، لكن احنا هنحتفظ بيها بطريقه جميله عشان ناخد فوائد الكولاجين اللي على اصولها. ازاي بقى؟ هقول لكم يا حبايبي. احنا جبنا يا حبايبي مكعبات زي دي، واخدين بالكم، مكعبات تلج زي ما انتوا عارفينها كده. وطبعا هنعمل الشوربه دي يا حبايبي زي ما انتوا عارفين. بصوا فيها بصل وفيها جزر وفيها حاجات من دي، تعمليها في الخلاط كلها طبعا لما نشيل الكوارع منها، وبعدين نحطها في المكعبات التلج اللي انتوا شايفينها اهو يا حبايبي كده اهو. هنحط المكعب اهو، نملى كل المكعبات اللي انتوا شايفينها دي اهو يا حبايبي، واخدين بالكم بالطريقه دي. نملى بقى المكعب التاني كمان اهو. ده مكعب كولاجين. هنحط كل اكله هنحط مكعب وهنجمده في التلاجة. كده هتبقي استفدتي بكل اكله فيها كولاجين طبيعي، لا برشام ولا اي حاجه. هملاهم بقى وارجع لكم يا حبايبي. بصوا يا حبايبي، مليناها هم، ملينا المكعبات دي تلج
اللي هي بتاعت التلج يعني اقصد، مليناها كلها ايه يا حبايبي؟ شوربه من شوربه الكوارع، لاننا كل جسمنا كل واحد محتاج له كولاجين طبيعي، ولا ادويه ولا برشام للكولاجين ولا اي حاجه، دوت لوحده كولاجين طبيعي. هتاخدي المكعب وتحطيه على الاكل. جبنا مكعبات تانية اهي عشان نملاها بالشوربه الجميله ديت. فوائدها جميله جدا يا حبايبي، جدا فوائد رهيبه. الكولاجين ده كولاجين طبيعي 100%، مش هتحتاجي لاي حاجه فيه، لا ادويه ولا اي حاجه. بدل الناس اللي هي بتحط ماجي على الاكل، حطي مندي بس، هتشوفي فوائد عظيمه. بصوا الجمال دوت بقى ايه، مليناه كده بالغطا، واي اكله او اي حاجه هنحط ايه عليها. ولسه هنجيب تاني ونملى المكعبات، واخدين بالكم يا حبايبي؟ كده نغطيه، نغطي المكعبات كده بتاعت الشوربه بتاعت الكوارع الكولاجين. هتغنينا عن اي حاجه نعملها، هتبقى مفيده جدا. وطبعا جسمنا كلنا محتاج كولاجين. جبنا المكعبات التانية بقى، ملينا مكعبات ونملى دي كمان يا حبايبي، واخدين بالكم اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين. عملنا بقى الجزر اللي كان في الشوربه مع البصل مع الطماطم، احلى واطعم وافيد من اي مرقه بيعملوها، مش مضمونه، وطبعا خطر على الصحه. اهو يا حبايبي هرجع لكم بقى بعد ما املاهم كلهم. اهو يا حبايبي مليتها ازاي. طبعا احنا عارفين ان الكولاجين ده كولاجين طبيعي، وده مهم جدا، بيرطب البشره وبيقلل التجاعيد وبيحافظ على عظامنا سليمه، وكمان بيزود الكتله العضليه في العظام. يعني هتحطي مكعب واحد بس، مكعب واحد يعني هتاخدي منه فوائد جامده جدا، يعني كله كولاجين. بعد كده يعني اما تعملي الكوارع تاخدي الشوربه بتاعتها وتحتفظي بيها بالطريقه دي، مش في كيس او في علبه او في اي حاجه، بالمكعبات دي. عشان تاخدي المكعب الواحد زي ما بنحط العسل بياخد فوائد. يعني لما تحطي معلقه عسل صغيره على كوبايه ميه، الميه ساعتها في الوقت ده بتاخد فوائد العسل. فديت لما تحطيها مكعب واحد بس، اما تيجي تعملي اكله او طبيخ او اي حاجه او شوربه او اي حاجه، المكعب ده برضو هيديكي فيتامينات عاليه جدا للعظم وللبشره وللشعر وللامعاء، وطبعا للعضلات زي ما انتم شايفين كده. وان شاء الله يا حبايبي لما المكعبات ديت تجمد ان شاء الله هوريها لكم، هتبقى جميله خالص. جربتها مره وعجبتني بصراحه الفكره، فدي حلوه للعظام وحلوه لاولادنا. واحنا طبعا الكولاجين دوت كل ما الانسان يكبر بيبقى ايه، بيقل الكولاجين، فديت هتحفز الكولاجين في الجسم وتدينا طاقه ومفيد لكل اعضاء الجسم، واخدين بالكم يا حبايبي؟ وحلو للقولون وللمعده وللجهاز الهضمي، لكل حاجه فيه كويسه جدا. وان شاء الله يا حبايبي لما يتحط في التلاجة ويجمد ابقى اوريلكوا شكله. وحلو جدا يا حبايبي للشرايين والكوليسترول وصحة العيون والأظافر، كل حاجة مفيدة جدا لما ناخد مكعب بس نحطه في أي أكلة، واخدين بالكم؟ الناس اللي هي لو ولادنا ما بيحبوش الكوارع الشوربة بتاعتها هو مكعب واحد مش هيأثر، بس هيفيد جدا. أتمنى يا حبايبي تجربوا الموضوع دوت، هيعجبكم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.